السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. دكتور خالد، نبدأ بإسلام البحيري. كنت عايز تتكلم؟ انا ده سيبهولي، ده اسلام. اصل اسلام البحيري طالع في صورة المناضل والمجدد للدين والحدوته والروايه. احكي لكم قصته بشويش كده وبهدوء خالص. اسلام ابراهيم بحيري هلال، شاب زي اي شاب، اتولد في سوهاج، مواليد 75، اتخرج من كليه الحقوق، ماليش دعوه خالص ولا بالدين ولا بالاسلام ولا الكلام ده خالص. امال جاب الكلام ده منين؟ ما انا جاي لك. هاي خريج كليه حقوق سنه 96. خريج كليه ايه؟ حقوق. ما فيش شغل في سوهاج، جه القاهره هنا. اول ما راح روزا اليوسف، عايز اشتغل يا جماعه، قالوا نجربك. قعد معاهم شهرين مشوه. راح بعد كده جنان الاسبوع عند مصطفى بكر. قعد برضه كام شهر مشوه. الدنيا ملخبطه معاه، الدنيا مش ماشيه خالص، يجي يمين يجي شمال مفيش. فجاه جاله منحه من جامعه ويلز في انجلترا. منحه من جامعه ويلز في انجلترا. طب اختاروه ازاي او جابوه ازاي؟ هحكي لك، هتعرف القصص كلها. مين يا عم اسلام البحيري ده؟ نفس الجامعه بتاعت عمرو خالد. نفس جامعه عمرو خالد، جامعه ويلز، نفس القسم. قسم الاستشراق الديني في جامعه ويلز في انجلترا. قال له تعالى اعمل منحه ماجستير في الدين. هو خريج حقوق لسه. اسم الرساله طرائق التعامل مع التراث الاسلامي. هيتكلم على التراث ومش التراث والكلام ده. سنتين ثلاثه ادوا له الماجستير زي الفل. الرساله بتاعته منقوله بالظبط من كتاب اسمه العقيده والشريعه في الاسلام، ويطلع يكذبني. كتاب العقيده والشريعه في الاسلام مستشرق مجري يهودي اسمه جولد زير. جولد زير ده مستشرق يهودي اصلا مجري، كان كاتب الكتاب ده وكله تخبيط. الراجل رجع اشتغل في اليوم السابع ومسكوه رئيس قسم حاجه كده خزعبلاتيه مش عارف اسمها ايه، رئيس مركز الدراسات الاسلاميه في اليوم السابع. كان ايام سويرس، كان سنه 99. وكتب مقاله رائعه، مقاله عن الست هنا عائشه اتجوزت وهي عندها 9 سنين ازاي ومش ازاي، سنه 99. بدأ يخبط يعني. نفس المقاله دي منقوله بالنص، وانا بقول لو انت يا اسلام تقدر تتكلم اطلع كدبني. منقوله بالنص من مقاله كاتب شنفاس ده سنه 99، نشرها في مجله المانيه. ده يهودي. برضه مجله المانيه اسمها نجمه الصباح، دير مورجشتير، اللي هي نجمه الصباح. العدد 10 سنه 2005. اليوم بالنص المقاله كتبت 99 واتعاد نشرها سنه 2005. دلوقتي وقت عاجل. 99 الدنيا ملطشه معاه، هيعمل ايه ما يعملش ايه، محدش عارف يعمل ايه. اتجوز استاذه فاضله اسمها شروت حماد نايل محمد. الاستاذه شروت دي كانت شغاله في الكويت، شغاله مديره اداره البرامج السياسيه والاخباريه في تلفزيون الراي الكويتي. ست اتجوزته، هتعمل ايه؟ بعتت له عقد عمل، تعالى اشتغل في وزاره الاوقاف في الكويت الكويتيه. يعني كان محرم يعني. اول ما راح اشتغل في وزاره الاوقاف في الكويت، اشتغل في الراي. راح تلفزيون الراي. لا هو الراي ولا الراي؟ هي مراته خدته اداره البرامج السياسيه والاخباريه في تلفزيون الراي. خدت بعلها معاه يعني. خدته عقد عمل في الكويت. قعد في الكويت. قعد في وزاره الاوقاف يا جماعه 86 يوم ورفضوه، لانه بقى يشتم في الصحابه في جوه الوزاره مع زمايله الكويت. رفضوه. دلوقتي وقت القصه عادي، مفيش مشكله. انا بطلب من المشاهدين حبايبنا كلهم حاجه واحده بس قبل ما اقولها. كل كتب التراث وكل الكلام الفاضي اللي بيخبط فيه ده منقول من مستشرق اسمه صامويل ماريوس زيمر. ده راجل الماني برضه يهودي ناقل عنه. انا مش طالب من الناس كده، طالب من الناس حاجه واحده بس. ارجو من الساده المشاهدين علني دلوقتي يخشوا على بوابه العدل الالكترونيه بدوله الكويت. اكتبوا كده بوابه العدل الالكترونيه بدوله الكويت. فيها ايه يا فندم؟ يخشوا الرقم اللي حضرتك يا ريت تعرض صوره بطاقه الرخصه الكويتي والبطاقه بتاعه اسلام البحيري، الرخصه دي. الرقم اللي موجود فوق ده يخش بالرقم ده اللي هو 275 عشان هو مواليد 75 0504 4 مايو 06909. الرقم تاني 275 0504 06909. ده الكلام ده في الكويت يا ريس يا فندم يخش بالرقم ده. هيلاقوا على الشاشه في خانتين، اول خانه اسمها منع السفر، كليك عليها هيعرفوا انه ممنوع من السفر. شيلها من على الشاشه. منع السفر. وتاني خانه اللي هي الصوره دي ايه بقى يا فندم؟ ده البطاقه بتاعته، اللي على اليمين دي رخصه السواقه والشمال دي رخصه البطاقه الكويتي بتاعته لما كان في الكويت. هو ده رقم الرخصه بتاعته بالبطاقه، دخلوه على البطاقه على دي. هتكتشفوا حاجه غريبه جدا. وبعدين شيل بقى ده.
هتكتشفوا حاجه غريبه، اللي هو في الكويت عنده 3 قضايا. قضيه رقم 1 شركه زين بتاع الفواتير بتاعت الكويت بتاع التليفونات، ما دفعش فواتير التليفونات خالص، فزين رفعت عليه قضيه. قضيه ثانيه ايجار الشقه اللي كان ساكن فيها، ما دفعش ايجار الشقه. كان ساكن هو ومراته؟ لا، ما بعد كده طلقها، طلق مراته، دي ام بنت الوحيده، طلقها وصلته خدته بقى، طلقها القضيه الثالثه بقى قضيه نفقه من مراته، وبرضه رفض يدفع النفقه. ال3 قضايا عليه فلوس كده، عليه 21381 دينار كويتي، يعني بتاع مليون جنيه. احكام في 2012 و2014 احكام، خش البوابه هتلاقي ده طريد العداله من الكويت، هربان من نفقه، هربان من دفع فواتير التليفونات، هربان من دفع ايجار الشقه في الكويت. ده مش كلام خالد بيقوله، ده الصفحه الرسميه لوزاره العدل الكويتيه بتقول الكلام ده. هذا الرجل اللي بيسال رساله الماجستير بتاعته اللي هو ملوش اي علاقه بالدين، كل كلامه جاب كلام المستشرقين اليهود اللي بيشتموا في الاسلام ونقلوا ونشروا وبدا ينشره وبدا يعمل بطل قومي وبيهاجم ومش بيهاجم. ما هو مش غلطه يا دكتور، هو غلط، وهو اللي بيفتحوا له غلط اللي بيفتحوه اللي بيعرف من هذا اسلام البحيري، ماذا دارس، ماذا يعرف. واحد جابوه اصطادوه هنا، كان عيل صايع مش لاقي طب شغل. اصطادوه ازاي يا فندم؟ عيل صايع مش لاقي شغل يا فندم، بدا يراسل الغرب، كان بيطلب منحه للحقوق. قالوا تعالى جامعه ويلز عندنا هنعمل. جامعه ويلز دي اللي خرج منها عمرو خالد بنفس القصه، واحكي لكم قصته الحلقه الجايه لو تحب، وقصص مرعبه. ما هو بكار راح طبعا، وبكار راح امريكا. بس بكار كان اخد دراسه دينيه من هنا، كان اخد معهد بكار دعاء. خريج تجاره، بس اخد معهد دعاء، ده ما خدش حاجه خالص. ده حقوق، راح اشتغل في روزا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.